السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قرأت كده في العنوان، الفيديو ده هيتكلم عن المثالية. هنتكلم في الفيديو ده بالظبط عن مميزات المثالية وعيوبها، وازاي نوزن الصفة دي فينا بالطرق العملية. في البداية كده عشان نبقى على نور، طول بالك معايا، يعني خليك استرتش، او بمعنى اصح وادق خليك مرن. شايف انت المرونة دي بقى صعبة صح؟ بتفلت منك، مش دايما بتظبط، تجيبها كده تجيلك كده، تجيبها كده تجيلك كده. عارف انا كل الحالات دي، بس لو انت خدت بالك انا قلتلك الحل في كلمة واحدة، ولو ما فهمتش انا اقصد ايه فكمل معايا الفيديو للاخر وانت تفهم ان شاء الله. العيوب، اول حاجة الوقت. دايما هتلاقي صاحب المثالية ده الوقت معاه مبحبح حبتين، ما بيحسش بنفسه خالص، لا لا، بيبقى دايما بيدقق في كل التفاصيل اللي تخليه يتأخر جدا وما يحسش ان هو اتأخر. تاني حاجة بيبقى دايما بيركز في الوقت ان هو عاوز يعمل حاجة في وقت محدد، لكن للأسف بتفلت منه، عشان كده قلنا بتفلت منه. فخليك معايا وهتفهم قصدي ايه لما نخش على بقية العيوب. العيب رقم 2، التسويف. التسويف يا جماعة، التسويف دي كارثة في حياة أي حد بيدور على المثالية. الشاب اللي بيدور على المثالية أو البنت اللي بتدور على المثالية دي حد أو ده حد بيبقى عاوز يعمل الحاجة بتفاصيل كتير برضو علشان تطلع بالشكل الكامل، الشكل المثالي. بس للأسف عشان مفيش حد هيقدر يعمل حاجة زي كده، فبتلاقيه دايما بيسوف، دايما بيأجل، مش بيلاقي حاجة بتتم يعني. فللأسف التسويف دي العيب رقم 2. العيب رقم 3، دي حاجة من الحاجات اللي أكيد كلنا عارفين إن أي حد مثالي بيدور عليها، وهو إن أي حاجة بتبقى عاوز تعملها بتبقى بتدور على كل الإمكانيات اللي تخليك تتم الحاجة اللي أنت عاوزها دي بالشكل المثالي. فبالتالي ما بتلاقيش نفسك عملت الحاجة بسبب إن أنت مش لاقي كل الإمكانيات، زائد إن أنت بتحبط جدا بتحبط جدا. وده اللي ينقل معانا للعيب رقم 4، وهو الإحباط. عدينا في العيوب اللي فاتت على ان انت بتسوف، وان انت بتاخد وقت طويل جدا، وان انت بتدور على الامكانيات فما بتلاقيش، فبتفضل حاسس دايما بالاحباط، وسقف الطموح اللي انت بتبقى معليه فوق بيتكسر، وفي الاخر بتحبط وما بتنتجش حاجة. ننقل على المميزات. اول حاجة النتائج. غالبا في الغالب يعني لما بيعمل حد مثالي شيء بيكون هو افضل حاجة، لان لما بيتم الحاجة دي بتبقى تمت بصعوبة كبيرة جدا، فبيكون حاول يلم كل حاجة تخليها تضع بالشكل المثالي، فبتلاقي النتائج بتاعته مبهرة، وفي نفس الوقت بتكون بالنسبة له برضه محبطة. فللأسف هو بيبقى حاسس برضه بالإحباط، لكن بتكون النتيجة في نظر أي حد تاني هي نتيجة مبهرة. فدي ميزة من مميزات المثالية. رقم 2، الاحتراف. طيب ازاي هتقولي الاحتراف؟ هقولك. الاحتراف دوت بيكون لما المثالي ده عارف يظبط ويوازن الصفة دي في حياته، بس ما بتكونش دايما موفقة. عشان كده قلنا دي مميزات بس، ما قلناش دي أدوم ميزة. الميزة رقم 3، الدقة. بيكون المثالي ده دايما بيدور على كل تفصيلة صغيرة تنجح الحاجة اللي هو بيعملها، علشان كده لما بيعمل إنتاجية بتكون سليمة بيكون كل تفصيلة فيها سليمة. فدي ميزة من مميزات المثالية. لكن غير كده بيكون الحاجة اللي بتتعمل فيها أخطاء كتير، وبتكون مفيش فيها نسبة عالية من الدقة. الميزة رقم 4، المنهجية. هتلاقي المثالي بيكون ماشي بمنهج معين، وبيدور دايما على كل حاجة بيكون فيها خطة،
فتلاقيه بيخطط كتير وعنده مناهج كتير للحاجة اللي هو عاوز يعملها. هو غالبا مش كل المناهج دي بتكون مظبوطة، لكن بيكون في دايما عنده خطة ودايما عنده منهج يمشي عليه عشان يطلع الحاجة بالشكل المثالي. ازاي بقى توازن؟ فاكر قلتلك ايه في اول الفيديو؟ طول بالك واسترتش، والمعنى الصحيح المرونة. هي دي الحل، لكن بيكون مصاحب معاها لبعض الحاجات زي المنهجية اللي قلنا عليها في المميزات، لان دي شيء مهم جدا لأي حد عاوز يوازن في صفة المثالية اللي بتكون فيه. رقم 2، التخطيط الجيد. ممكن تقولي التخطيط والمنهجية ما دول حاجة واحدة؟ لأ جدا، لأن التخطيط ده شيء والمنهجية شيء تاني. لأن التخطيط ده حاجة بتكون مش ثابتة، فبتبقى في دايما تغير ودايما استبدال، لكن المنهجية ده شيء بيكون ثابت، بتكون زي المبادئ. فالمنهجية غير التخطيط. الحاجة كمان اللي بتكون مصاحبة للمرونة اللي بتوزن صفة المثالية هي الانضباط. ودي حاجة بجد لازم تكون حاضرة عند البني آدم اللي بيدور على المثالية، علشان يكون بيسعى للإنتاجية اللي ثابتة وبتكون في زيادة مستمرة. وأخيرا التوكل على الله، لأن ده أهم من كل اللي احنا قلناه فات من طرق عملية، لأن دوت السبب الأساسي اللي بيخلي أي معوقات تكون هينة، وبتكون في مرونة دايما في التعامل مع المشكلات. عشان كده لازم جدا تهتم بأن أي حاجة بتعملها تتوكل فيها على الله. وبس كده يكون الفيديو خلص النهاردة. ولو انت كملت الفيديو للآخر احب جدا انك تشاركني بكومنت علشان اعرف ان انت كملت الفيديو للآخر، واحس ان في حد مهتم بالمحتوى، وعلشان ده يحفزني ان اكمل واستمر واقدم ان شاء الله حاجة احسن. وجزاكم الله كل خير. واخيرا وليس اخرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.